وضع نادي الزمالك شعار أكبر قلعة رياضية في مصر لأول مرة خلال تدريبات الفريق اليوم، الشعار الذي أثار جدلا واسعا الفترات الأخيرة ولاقى اعتراض من البعض دون سبب واضح، رغم أن الشعار لم يسيء إلي أحد، وذلك ضمن مساعي نادي الزمالك توسيع دائرة الشعار ليرتبط بشكل أقوي بالنادي خلال الفترات القادمة. ومن المنتظر أن يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إليه الإمارات للمشاركة في السوبر المصري بعد غد الخميس، حيث يخوض الزمالك مواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل على ملعب استاد آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة في نصف نهائي البطولة. يستعد نادي الزمالك لتقديم شكوى رسمية إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك ضد اللاعب الغابوني رون بوبنزا. وأضاف المصدر أن الشكوى تأتي على خلفية عدم التزام اللاعب باتفاقه مع الزمالك، والذي تم توقيعه إلكترونيا لمدة 3 سنوات. وأشار أيضا إلى أن بوبنزا قام بالتوقيع مع نادي رابيد بوخارست الروماني، وانضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم ارتباطه بعقد مع القلعة البيضاء. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذه القضية، حيث يسعى الزمالك للحفاظ على حقوقه المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب والنادي الروماني من جانبه. تعاقد العملاق القاهري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع 6 صفقات لتدعيم صفوف الفريق، أولها كان المغربي محمود بن تايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء. كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق إيك السويدي السابق لمدة 4 مواسم. كما ضم الفارس الأبيض المدافع البولندي كونراد ميشالاك على سبيل الإعارة من نادي أحد السعودي، ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والسنغالي سيدي ندياي لمدة 4 مواسم، والغيني جيفرسون كوستا لمدة 4 مواسم. الزمالك يحفز لاعبيه لحصد لقب السوبر المصري. يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل السفر للإمارات من أجل خوض منافسات بطولة السوبر المصري، ويستعد النادي للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في نفس السياق. قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول التي ستسافر إلي الإمارات استعدادا لخوض بطولة كأس السوبر المصري. الزمالك يحفز لاعبيه لحصد لقب السوبر المصري. يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل السفر للإمارات من أجل خوض منافسات بطولة السوبر المصري، ويستعد النادي للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 و24 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.